وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فما استقروا وما استودعوا قد فصلنا الآيات لقوم يفهمون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه عذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النهر من طلحها قضوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان متصابين وغير متصابين انظر إلى ثمر إذا أثمر وينهي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرعوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكن له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركون الأبصار وهو يدركون الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم والأبصار فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بعزيز وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه للقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حافظا وما أنت عليكم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبقوا الله عدوا بغير علم كذلك صينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسم بالله جعل أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما لا يؤمن الله وما يبصركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونصرهم في طغيانهم يعمهون وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلى أن يعفون أو يعفى الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويسرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى عجل غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف عشر موت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وإن الله لسوف على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله حرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا ولا يقبل ويبتس وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل حسنتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديرنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال أتوا عليه إلى أقل منه والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله حث فيه عليك وزاد وبسط في العلم والجسم والله يؤتي ملك من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم وإن آية ملك أن يأتيكم التابوت فيه سكن من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه منا إلا من اقترف قرفة بيده فشربوه منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا الله طاقت لنا اليوم بجالة جنوده قال الذين يسمعون أنهم ملاقو الله كم من فئات قليلة انقلبت فئات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فعصمهم بإذن الله وقتلهم داود جالوت وآتوا الله الملك والحكمة وعلموا مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين